انت كمان الناس كلها شبه بعض والكوميونتي حلوه قوي. خصوصيه، امان، ديزاين، ومعمول في مكان يناسب اللي جوه مدينتي واللي براها. تعالى 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 تعالى. بيقولوا عليها مدينة عالمية على أرض مصرية، وكمان بيقولوا إن الناس هنا شبه بعض. هل الكلام ده صح؟ وليه مجموعة طلعت مصطفى كل سنة في رمضان بتعمل الحملة الإعلانية الضخمة اللي بتتكلف فلوس مهولة ديت، في حين إن مدينتي موجودة من زمان وأغلب الوحدات اللي فيها متباعة؟ النهاردة حلقتنا من مدينتي وهنجاوبكم على الأسئلة ديت. مدينتي بتقع على طريق السويس وليها اكتر من بوابه على طريق السويس، واهمهم البوابه اللي ورايا ديت اللي بيميزها طبعا ساري العلم الضخم اللي ورايا دوت، والشلالات اللي بطول البوابه وبارتفاع ضخم واللي بتدي شكل رائع جدا. هنا في اغلب الاحياء هتلاقي المسجد قريب جدا منها زي المسجد اللي ورايا دوت، واللي قريب من الحديقه المركزيه او السنترال بارك اللي هنخش نشوفها دلوقتي. بنتكلم عن المساحات الخضراء هنا في مدينتي، المساحات الخضراء مش بس ما بين العمارات وبعضها، لا كمان في المتنزهات الضخمه زي السنترال بارك او الحديقه المركزيه اللي احنا موجودين فيها النهارده، ده غير طبعا الاوبن اير مول اللي لسه هنروح ونغطيه. السنترال بارك متنزه ضخم موجود هنا، موجود فيه مساحات خضراء، موجود فيه مطاعم وكافيهات مشهوره، وكمان موجود فيه عربيات للاكل. المكان مناسب جدا للتنزه، وخاصه كمان لو في اطفال هيلعبوا بعجله او بسكوتر، ايا كان الحاجه اللي هيلعبوا بيها هنا هيقدروا يستمتعوا جدا. إنشاء مدينة في وسط الصحراء هنا زي ما قلنا قبل كده في إنشاء مدينة مصر الجديدة كان ساعتها لازم تتربط بوسيلة مواصلات زي الترام اللي اتعمل في مصر الجديدة، علشان كده كان لازم يكون موجود مجموعة خطوط أتوبيسات بتربط مدينتي بأماكن كتير زي مدينة نصر ومصر الجديدة، واللي تقدر لو أنت جاي هنا إنك تركبها في محطات ثابتة بتكون موجودة تحت في القاهرة، أو إنك تنزل من مدينتي هنا للقاهرة من خلال محطات الأتوبيسات اللي موجودة في كل مكان هنا في المدينة، أو من المحطة الرئيسية اللي موجودة هنا في قلب مدينتي. النوع الاول من الوحدات اللي موجوده هنا في مدينتي وهي الفيلات، واللي موجوده طبعا بجانب البوابات في المنطقه الخارجيه القريبه للبوابات، بعكس العمارات طبعا اللي موجوده في المناطق الداخليه. في نهايه الفيديو هنقول لكم على المساحات اللي بتكون موجوده هنا سواء للفيلات او للشقق وتدرج الاسعار الخاص بيهم. النوع الثاني في مدينتي من الوحدات وهو الشقق السكنيه اللي موجوده في العمارات اللي ورايا ديت. الشقق بتعتبر كويسه جدا، كمان المساحات اللي بين العمارات هنا سواء مساحات خضراء للعب او الممشى اللي بتقدر ان انت تمشي فيه او تنزل منه، المساحات اللي بتكون مخصصه للاشخاص، بخلاف طبعا اماكن الباركنج اللي بتركن فيها العربيات، كلها مساحات بتعتبر كويسه جدا ومتناسبه مع عدد الناس اللي ممكن تكون موجوده في العماره. ده شكل المساحات اللي بتكون موجوده هنا ما بين العمارات وبعضها في مدينتي.
حاجه من الحاجات المهمه لكل اسره وهو النادي. علشان كده هنا في مدينتي هتلاقي النادي موجود في وسط الاحياء كلها مع عشرات البوابات اللي بتطل على اغلب الاحياء اللي موجوده هنا في مدينتي. المكان اللي احنا موجودين فيه دوت وهو الساوث بارك، وهو من اسمه طبعا حديقه جنوبيه موجوده هنا، موجود فيها الاشجار اللي حضراتكم شايفينها ديت، وموجود فيها طبعا البحيره الصناعيه والشلالات الجميله ديت. المكان هنا كمان في مجموعه من المطاعم والكافيهات المشهوره وسوبر ماركت اولاد رجب. المكان زي ما حضراتكم شايفين فيه كمان جزء بيتباع فيه ملابس واجواء وسط البلد شويه واسم حدوته مصريه. لكن ليه مدينتي كل سنه بيكون ليها الحمله الاعلانيه الضخمه ديت في رمضان؟ بص على المدخل، على الشارع، الفلوس بتترمي وخلاص. الاعلام مش بس بتكون وظيفته ان يبيع وخلاص، الاعلام بيكون ليه اهداف تانية واهمهم خلق الايمج او الصوره الذهنيه المعينه اللي بتيجي في دماغك اول ما بتسمع اسمها. ايه الفكره؟ هي خلق لايف ستايل معين بتشوفه في الاعلانات باستمرار، بيخليك دايما شايف المكان ده وكانه الجنه. تعالى 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 ما تيجي هنا تعالى. وده هدف من اهداف كتير للاعلانات، منها برضو التاكيد على اختيارك لو انت اشتريت في المشروع وساكن فيه بالفعل. كمان مدينتي مش اخر مشروع لمجموعه طلعت مصطفى، ممكن يطرح مراحل تانية وبيتعمل مشاريع جديده زي مدينه نور اللي اعلنوا عنها من فتره، ومشاريع تانية كتير. فما تتخيلش ان الاعلان اللي بتصرف عليه ارقام مهوله دوت ملوش لازمه. ثانيا انت لما بتشتري المفروض انك بتشتري اسم ومكان معين، مش مجرد شقه او فيلا في اي مكان. نفس فكره الايفون كده والموبايلات الاندرويد العاديه. اسعار الشقق في مدينتي تتراوح ما بين ال 2 مليون وال 6 مليون جنيه، واسعار الفيلات ما بين 5 مليون لحد 30 مليون كمتوسط. تعال اقول لك على مكان تيجي تفطر فيه في رمضان وتستمتع بالاجواء الرمضانيه الجميله هنا. المكان اللي احنا فيه هو اوبن اير مول، اهم مكان فتح في مدينتي في الفتره الاخيره وهو الاوبن اير مول، واللي صورنا عنه حلقه كامله موجوده على القناه تقدروا تتفرجوا عليها. المكان طبعا من اسمه مول، لكن اغلب المطاعم والكافيهات زي ما حضراتكم شايفين موجوده في وسط المساحات الخضراء ووسط المسطحات المائيه الصناعيه اللي معموله ورايا ديت، واللي بتخلي التجربه ممتعه اكتر بكتير من اي تجربه مول تاني بيكون مغلق. انا في وسط المول حاليا وقت الفطار، المكان فاضي خالص. عارف يعني ايه تبقى في كارفور لوحدك؟ كارفور اللي ما بيفضاش خالص. حبيبي اتمنى من المحلات اللي ما كنتش بجربها بقالي فتره كبيره في الايشن فود. كنت باكل في ايشن كورنر، بس النهارده جبت اعتقد دقت قبل ما اطلب الاكل مبشر، يعني شكل الاكل كويس جدا. زي ما قلت لكم احلى حاجه هنا الاجواء الرمضانيه، هنا مع الاعداد مع الناس. مش لازم على فكره تطلب اكل من هنا، المكان كده كده مفتوح، تقدر تيجي تقعد ولو معاك اكل تاكله، او ممكن تطلب اي خيار من الخيارات او المطاعم اللي موجوده هنا. طبعا اخترنا في الوجبه 3 اختيارات. الاختيار الاول وهو الميت سبايسي، مش عارف مقطعينها ازاي، شرايح خفيفه قوي كده. طعمها كويس جدا والكميه كويسه كمان. الاختيار الثاني معانا هو التشيكن سويت اند ساور سبايسي، كويسه جدا.
وتشيكن سبايسي برضه طعمها كويس جدا. النودلز لو كانت فوتوتشيني كانت هتبقى احسن، والرز استوى كويس بس كان ناقصه بهارات او سبايسي زياده شويه.